تسلم ايدك يا اسماء، جميله قوي، تحفه، والفورمه تجنن، والميك اب لذيذ. مين كده؟ اسماء، الحلقه اللي انت ملبسه لها ده لبسيها واحد غيره. اسماء، ايه يا ستي في ايه؟ اسمعي، انت حاطه الزفت ده في ودنك من الصبح. بسمع محاضرة، تاخدي تسمعي؟ لا اشرحي لي. اشرح لك ايه؟ علم نفس عصبي؟ اسمعي. اشرح لك؟ اشرحي. هتفهمي اللي انا بقوله؟ ايوه. طيب انت اصلا عارفة انا بعمل ايه؟ تعملي ايه؟ بصي بقى يا ستي، المفروض ان انا بدرس علم نفس، ليه؟ اوكي. عشان انا بقالي سنين بتعامل مع العرايس وانا بحب العرايس جدا. تمام. فانا مقرره ان زي ما بساعدهم يوم فرحهم يطلعوا زي القمر زي ما انت شايفه كده، قررت ان انا اساعدهم ان هم يبقوا اسعد في حياتهم بعد الجواز، فعشان كده خلاص قررت ماشي. ان انا ادرس علم النفس. من اوكي. ضمن الحاجات دي بقى بنتعلم ازاي نوجه سلوكيات المتزوجون علشان يبقوا هما الاثنين سلوكياتهم افضل اتجاه بعض. علشان اعرف اعمل كده لازم ادرس الحاجات اللي انا بسمعها دي علشان اقدر اترجم مخنا بيشتغل ازاي، وبناء على اني اعرف مخنا بيشتغل ازاي ابتدي اوجه المخ علشان احسن السلوكيات، علشان نبتدي ننقذ العيال من التشرد. ليه بقى العيال بتتشرد؟ ليه؟ علشان لما بييجوا يتجوزوا ما بيبقوش عارفين هما بيتجوزوا ليه اصلا، ولا عارفين مسؤولياتهم بعد الجواز، وبيجيبوا عيلين ثلاثه وبعد كده للاسف بيتطلقوا ويسيبوا العيال. يعني استني كده، انت عارفه انت هتتجوزي ليه؟ لا. اهو اهو انا على كده كل يوم، وانا عشان بشتغل ميك اب ارتست من 11 سنه، فانا مقرره لان انا عشان زي ما بساعدهم كده يطلعوا زي القمر، عشان انا بحب البنات وان شاء الله ربنا يرزقني ببنوته، ومن هنا لغايه ما يرزقني ببنوته هحاول ان شاء الله اصلح المجتمع. يا ست الكل، عشان انا مقرره ان انا اساعد البنات واساعد الازواج، فلازم اعرف اصلا ايه اللي بيخليهم بعد الجواز يتطلقوا، وعشان اعرف ايه اللي بيخليهم بعد الجواز يتطلقوا لازم اسمع الحاجات العلميه دي وابتدي اطبقها لهم. انت فاهمه حاجه من اللي انا قلته؟ لا. علشان انا عارفه ان انتوا مش هتفهموا وان السن الصغير مش هيفهم، فانا عامله صفحه مخصوص اسمها يوميات سامح واسماء، دي بنزل لكم كل الحاجات اللي انا بتعلمها دي بنموذج النمذجه. عارفه يعني ايه النمذجه؟ لا. لا، النمذجه دي زي ما احنا انا عارفه والله لا. النمذجه دي ان احنا مثلا بنجيب نموذج احنا عايزين نفهم الناس ان ده الصح، زي التعاون ما بين الازواج، زي ان احنا نفهم الناس ان الجواز مش كله وحش، ان لا، في ناس بيبقى متجوزين وعارفين المسؤوليات اللي عليهم، زي ان احنا مثلا نقدم نموذج لزوجين متعاونين، زي مثلا ان احنا نقدم نموذج كقصه. مش انت شفتي القصه اللي انا نزلتها الصبح فهمتيها؟ ايوه. علشان علشان السن بتاعكم ده مش هيفهم غير القصص والحاجات دي، لكن الحاجات المكلكعه اللي انا بسمعها قلتها لكم من شويه مش هتفهموها. انتوا فهمتوا الحاجات المكلكعه؟ لا. فهمتي القصه؟ لا. بس ده اللي ده اللي انا بعمله، انا بتعلم واجي بعد كده بقدم لكم الحاجات دي في محتوى ترفيهي بسيط للسن الصغير ل 15 16 17 20 سنه. فبالنسبه لكم سيبوني انا اسمع ده وروحوا على اليوميات وانا هنزل لكم حاجات تفيدكم وتنفعكم. اوكي. بس جميله جميله جميله. بصي لي كده.